يا مساء الجمال، اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مطبخ سومة. النهاردة هنعمل اكلة سهلة وسريعة وجميلة جدا، وبنشتريها من المطاعم بمبلغ دلوقتي وقدره، وبرضو ما نضمنش نضيف ولا ايه، فاحنا نعمله في البيت احسن ويطلع زي بره واحلى كمان. وهو طاجن المكرونة باللحمة. شايفين شكله تحفة يا جماعة. هقول لكم وبسيط جدا، مش هياخد منكم 10 دقايق بالظبط. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجة طبعا هنعمل الصلصة اللي هي طماطم. يعني حوالي نص كيلو طماطم كده، هحطهم في الكبة، وهنحط معلقة توم صغيرة. هنضربهم بقى زي هنعمل عصير طماطم عادي خالص. بعد كده نيجي بقى نعمل الصلصة بتاعتنا. هقطع البصلاية الصغيرة، وبعدين هننزل بحبة زيت بس كده، وهنقلبهم. الزيت البصلاية بس ايه تدبل كده وتصفر شوية. هبتدي انزل بقى بالعصير الطماطم على طول، وهحط بقى التوابل بتاعتي. طبعا الملح والفلفل، وهحط كمان سكر عشان الحموضة. اي صلصة انا بحط فيها سكر. ادي الملح، وبعد كده هحط الفلفل. بسيطة خالص. هسيبهم بقى بعد ما احط التوابل، هسيب الصلصة تغلي غلوتين. يعني انا عايزاها تكون بتغلي جدا، عشان انا مش هسلق المكرونة ولا اي حاجة. انا هحط المكرونة وهي ناشفة. بصوا، هدي بقى تقليبة وهقفل عليها واسيبها تغلي كويس قوي. هكون انا هنا طبعا معصجة بقى كنت معصجة اللحمة المفرومة وشايلها في الفريزر كده. هبتدي بقى اجيب الطاجن. اي طاجن عندك، انا هعمل في الطاجن البايركس ده المستطيل، وهنزل بيه اللحمة المفرومة اول طبقة كده من تحت بس كده. وبعد كده بقى هنزل بالمكرونة. هبتدي بس اسويها كده زي ما انتوا شايفين. هسويها كده ونقعد بس ندوس عليها كويس، عشان لما نيجي نقلب الطاجن يبقى كويس، والشكل معايا يبقى مظبوط تمام. بس هجيب بقى المكرونة اللي قلام، برضو حوالي نص كيلو او نص كيلو الا، على حسب بقى المقدار اللي انت هتعمليه. ده انا كان نص كيلو مكرونة قلام. بصوا انا حطيتها ناشفة، ايوه ناشفة يا جماعة، مش هسلقها، وهتطلع مظبوطة. وهوريكم زي ما انتوا شفتوا في اول فيديو المكرونة مستوية ازاي. بصوا كده، بصوا بتغلي ازاي. انا عايزة الدرجة دي، يعني هنسيبها على النار غلوتين كده اهو، مش هتتسبك. انا عايزاها بس تغلي غلوتين زي ما احنا شفناها. وهنزل بقى بيها على الطاجن كده كله، وهبتدي بقى اشربه من كل ناحية. هنزل بيه كله كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ارجه كده بحيث اخلي كله يعني يبقى كله المكرونة كلها اتشربت بالصلصة اللي احنا عملناها. وهدخله الفرن. هنا بقى دخلته الفرن ومخدش ربع ساعة، وبقى جاهز زي ما انتوا شايفين معايا. هقلبه بقى، هجيب الطبق كده وهقلبه، وهتشوفوا بقى يا جماعة ما خدش وقت خالص، ولا سلقنا مكرونة ولا عملنا اي حاجة. في منتهى السهولة، وبيطلع احلى من بره. وجربوه وبصوا مش هتندموا. انا ما بقيتش اجيب الطاجن من اي محل بره، بقيت اعمله كده على طول ونضيف. وانت عارفة انت حاطة ايه، والطماطم مغسولة ازاي، وتوابلك ايه، وكل حاجة من عندك في البيت. مش محتاج اي حاجة ولا اي مكونات خزعبلية ولا اي حاجة. هقلبه اهو. انا فصلته بس عشان البايركس بيبقى سخن، فقلبته. بصوا بقى، بصوا الجمال. مش عايزة اقول لكم روعة روعة. والطعم والمكرونة كلها مستوية، مفيش تحت وفوق، كله مستوي، مفيش ولا مكرونايه ناشفة ولا اي حاجة. بصوا الشكل، يعني بصوا يتبروز. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.